قبل ما نبدا فيلمنا عاوز اقول لك يا صديقي ان جايب لك فيلم اكشن من العيار التقيل، فياريت يعني توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وطبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد من اسد الملخصات. مشروبك اللذيذ يا صديقي العزيز، ويلا بينا. بيبدا فيلمنا بام وهي بتلبس ابنها السلسله بتاعت ابوه اللي على شكل ذئب، وبتنصحه يبقى شخص قوي وما يسيبش حقه مهما حصل. وبعد فتره بسيطه بتمرض امه وبتموت، وساعتها الطفل بيقرر يسيب القريه ويسافر للمدينه، وبيبدا يشق طريقه في قرى العصابات، وبيتعرف باسم الذئب في البلد كلها. وبيوافق اكبر زعيم مافيا في المكسيك ان الذئب يشتغل معاه وكمان يبقى المساعد الشخصي بتاعه. ومع مرور الوقت بيقدر الذئب انه ينفذ مهمات اكتر خطوره بسبب قوته واندفاعه، واسمه بيتشهر اكتر بكتير من عصابات المافيا. وبعد فتره بيكون في حفله عاملها زعيم المافيا، وساعتها الذئب بيشوف بنت هناك وبيقع في حبها، وما بيعديش كام يوم عليهم وبيقرر انه يتجوزها. وفي يوم جوازهم بيخبطوا النادل في كتفه بالغلط والمشروب بيقع على الجاكيت بتاعه، فبيتضايق الذئب جدا وبيروح عشان يمسحه. وساعتها اتفاجئ بكل المعازيم في الفرح وهم بيموتوا قدامه من السم اللي كان في المشروب، وبيتعصب الذئب وبينهار لما بيشوف حبيبته وهي ميته قدامه. وبعد كام يوم بيقرر يتصل برجالته اللي بيعرف منهم القاتل المأجور اللي نفذ المهمه دي، وبيعرف بعد كده ان الاتنين اللي شاركوا في قتل حبيبته اسمهم جوني والدبور، وهما الاتنين موجودين في مدينه طوكيو في اليابان. فبيقرر ساعتها يسافر بسرعه وينتقم من اللي كان السبب في موت حبيبته. وفي نفس الوقت ده كان تومي في المستشفى وحزين جدا عشان ابنه في حاله حرجه وبين الحياه والموت، لان في واحد رماه من فوق سطح مبنى في طوكيو. وبيجي ساعتها ابو تومي وهو متضايق منه عشان اللي حصل لحفيده، وبيقول لتومي انه اب مستهتر عشان لما ابنه وقع من فوق المبنى هو ما كانش موجود، ووصل ساعتها متاخر بعد ما الحادثه حصلت وابنه كان اتنقل للمستشفى. وبعدها بتيجي رساله لتومي من بنت بتقول له ان هي اللي رمت ابنه من فوق المبنى، وبتعرفه ان هي مستنياه في القطر السريع. وبيكون جوني وقتها موجود في طوكيو عشان عنده مهمه جديده ومطلوب منه ينفذها في القطر السريع. وكان طول الطريق بيتكلم في التليفون مع ديانا الرئيسه بتاعته، ودي يا صديقي المسؤوله عن المهمات اللي هو بينفذها، وبتقول له يتصرف ازاي لو حصلت معاه اي مشكله. فبيعرفها جوني انه الفتره الاخيره كان بيروح لدكتور نفساني وطلب منه يعيش حياته في سلام ويجتهد في شغله عشان حياته تتغير. وساعتها قالت له ديانا ان الدكتور كلامه صح، لكن اكيد هو ما يعرفش انك بتشتغل قاتل مأجور. وبتفهمه ان مهمته المره دي هتكون بسيطه جدا، وانها رشحت له المهمه بعد ما اعتذر عنها زميله كارفر. والمهمه بتاعته انه هيدخل القطر السريع ويسرق شنطه معينه فيها 10 مليون دولار. فبيستغرب جوني جدا من سهوله المهمه، لانه في العادي بيروح مهمات اصعب من كده بكتير جدا. ولما بيوصل لمحطه القطر بتطلب منه ديانا يفتح الخزنه رقم 523 وهيلاقي فيها الادوات اللي هتساعده في تنفيذ المهمه. وفعلا بياخد جوني من الخزنه حاجات كتير هتساعده، ومنها مسحوق مخدر بيستخدمه في معظم مهماته. وبرغم ان ديانا اكدت عليه ياخد المسدس معاه، لكن جوني بيرفض لانه مش بيحب يستخدم المسدسات. وبعدها بيروح يركب القطر في نفس الوقت اللي تومي بيركب فيه القطر هو كمان عشان يقابل البنت اللي كلمته، والمفروض ان هي اللي كانت هتقتل ابنه. وقبل ما يوصل للكرسي رقم 4 زي ما بلغته في الرساله بيصوب المسدس بتاعه عليها، لكنه بيتفاجئ ان اللي موجوده هناك بنت صغيره. فبيعتذر لها توني عشان افتكر انه وصل للكرسي الغلط، لكن قبل ما يمشي بتكهربه البنت بالصاعق الكهربائي وبتفقده الوعي. وفي نفس الوقت ده كان موجود في القطر 2 من القتله المحترفين اللي معروفين باسم التوأم، لانهم بينفذوا كل مهماتهم مع بعض. واسمهم يا صديقي من غير تريقه يوسفي وليمون. وفي الوقت ده كان معاهم جيمس ابن اكبر زعيم مافيا في اليابان، واللي كانوا بيطلقوا عليه اسم الموت الابيض. وبنعرف ان التوأم كانت مهمتهم يحرروا جيمس من العصابه اللي كانت خطفاه، وياخدوا كمان شنطه الفلوس اللي هي الفديه، ويرجعوا بعدها بالفلوس وجيمس للموت الابيض وتنتهي المهمه بتاعتهم. وكان مطلوب منهم يتقابلوا مع الموت الابيض في محطه كيوتا عشان يسلموه ابنه والشنطه. وفي وسط كلامهم مع بعض بيروح جوني لغرفه الشنط في القطر وبيلاقي الشنطه اللي بيدور عليها بكل سهوله. وبعدها بيتحرك في القطر عشان يوصل للباب وينزل في اول محطه. وفي الوقت ده بتشوفه كريس البنت الصغيره لكنها مش بتعمل اي رد فعل. وفي ناحيه تانية بتيجي مكالمه ليوسفي من المساعد بتاع الموت الابيض عشان يتاكد لو كان جيمس والشنطه معاهم. واثناء المكالمه بيتصدم يوسفي لما بيشوف ليمون وهو بيدور على الشنطه بتاعتهم وسط الشنط ومش بيلاقيها. فبيقفل المكالمه وبيروح يتكلم مع ليمون، وبيقفوا هما الاتنين مش مصدقين ان الشنطه اتسرقت منهم بالسهوله دي. فبيحاول ساعتها ليمون انه يهون عليه وبيفهمه ان الموت الابيض اكيد مش هيبقى فارق معاه الفلوس، والمهم ان ابنه يرجع له بالسلامه. وساعتها يوسفي بيعرفه ان الموت الابيض مش زي بقيه البشر، وبيبدا يحكي له قصته كامله ان من سنين طويله كان في راجل اسمه وطارا كان زعيم كل العصابات في اليابان، ورغم انه كان انسان متوحش لكن بيتعامل مع اي حد بينضم للعصابه بتاعته انه من عيلته، وبيعتبره كمان واحد من ولاده. وفجاه بيوصل شخص من روسيا لليابان طوله اكتر من 2 متر، وكان في
وفي اشاعات عليه انه هرب من المافيا الروسيه. المهم انه لما وصل لليابان قدر يتغلب على كل اعداء وطاره، واسمه بدأ يتعرف في اليابان كلها، وبقى من رجاله وطاره لدرجه انه بقى من اقرب المستشارين بتوعه. وفي الوقت ده حاول بقيه المستشارين يقنعوا وطاره ان الروسي مندفع وخطير وما ينفعش حتى انه يثق فيه بسهوله. والمفاجاه يا صديقي ان كلامهم طلع صح، لان الروسي اتحالف مع كل العصابات في السر وعمل الامبراطوريه الخاصه بيه، وقدر انه يتغلب على كل رجاله وطاره وقتله هو كمان في النهايه. ومن ساعتها وهم بيطلقوا على الروسي اسم الموت الابيض. وعشان كده يا عم ليمون رئيس اخطر منظمه اجراميه في العالم هيقتلنا من غير تردد لو ما نفذناش المهمه زي ما طلب مننا. فبيتضايق ليمون جدا لما فهم انهم لازم يلاقوا الشنطه والا هيبقوا في خطر. ولما بيخلصوا كلامهم بيرجعوا لجيمس مره تانية، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوه مقتول. واول ما بيشوفوا دم خارج من عينيه بيفهموا انه مات بالسم، وبيتاكدوا ساعتها ان الموت الابيض مستحيل يسيبهم في حالهم، والامل الوحيد دلوقتي انهم يلاقوا شنطه الفلوس. وبعد ما جوني سرق الشنطه منهم قرر ينزل اول محطه زي ما قالت له ديانا. وفي الوقت ده بيوصل الذئب لمحطه القطر، واول ما بيتفتح الباب بيشوف جوني قدامه، فبيطعنه في قلبه بالسكينه وبيوقعه على الارض، لكنه بيكتشف ان السكينه جت في الموبايل وما وصلتش لقلبه. فبيدخلوا الاتنين في معركه شرسه جدا مع بعض. وبرغم ان الذئب عايز ينتقم منه لكن جوني ما كانش فاكره اصلا ومش فاهم هو ليه بيهجم عليه وعاوز يقتله. واثناء المعركه بينهم الذئب بيحدف عليه السكينه لكنها بتخبط في شنطه الفلوس وبترجع تاني في قلبه وبيموت. وبيكون جوني في الوقت ده مستغرب من اللي بيحصل ومش فاهم مين ده اللي بيهجم عليه. وفي نفس الوقت ده بيصحى تومي بعد ما اغمى عليه وبيلاقي ايده مربوطه، وبيلاقي كمان كريس قاعده جنبه اللي بتعرفه ان هي اللي رمت ابنه من فوق المبنى. وبتفك كريس ايده وبتديله كمان المسدس بتاعها، لكن قبل ما ياخد المسدس بيتفاجئ انها بترد على التليفون وبتتكلم مع شخص في المستشفى عند ابنه، وبتقول له انها هتتصل بيه كل 10 دقايق، ولو عدى الوقت وهي ما اتصلتش بيه خلص على ابن تومي فورا. فبيتصدم تومي جدا وسالها هي عايزه منه ايه بالظبط، وبيتصدم اكتر لما قالت له انها عارفه انه بيشتغل مع الموت الابيض وبتطلب منه انه يقتله، وبتعرفه كمان انه هيكون في محطه كيوتا. فبيفهمها توني ان الموت الابيض اتعرض لاكتر من 33 مره محاوله اغتيال، وفي كل مره منهم كان بيقتل المجرم ده بنفس الطريقه اللي كان عاوز يقتله بيها، ومفيش حد قدر يتغلب عليه لحد النهارده. وساعتها كريس قالت له ان هو ده الحل الوحيد لو عاوز ينقذ ابنه. وبنرجع مره تانية لجوني وبنشوفه وهو قاعد قدام الذئب ومش عارف يعمل ايه، وبيقرر وقتها يتصل بديانا عشان يفهم منها ايه اللي بيحصل. وبعد ما تليفونه باظ اخد تليفون الذئب عشان يكلمها، وبيقول لها ان في شخص هجم عليه وبيقول ان جوني هو اللي قتل اكبر زعيم عصابه في المكسيك. فبتفكره ديانا انه راح من فتره للمكسيك عشان يقتل زعيم العصابه في حفله جواز الذئب. وساعتها افتكر جوني كل حاجه وان الشخص اللي هجم عليه ده يبقى الذئب نفسه. وبتتصدم ديانا لما بتعرف انه قدر يقتل الذئب، وفهمته ان المهمه البسيطه اتحولت معاه لمهمه خطيره جدا، وانه لازم ينزل من القطر في اقرب محطه عشان ينجب حياته. وفي الوقت ده بتشوفه كريس وهو بيتكلم في التليفون للمره الثانيه، وبتلاحظ انه معاه شنطه الفلوس. وبيكمل جوني كلامه مع ديانا، لكن اول ما بيشوف يوسفي بيستخبى منه فورا عشان عارف انه قاتل محترف، لكنه بيسمعه وهو بيتكلم في التليفون مع رجاله الموت الابيض، وبيعرف ان الشنطه اللي سرقها تبقى بتاعتهم. وفي الوقت ده بيشوفوا يوسفي لكن مش بيتعرف عليه، فبيسيبه بعدها وبيكمل طريقه على امل انه يلاقي الشنطه. واثناء ما هو بيدور بيقابل كريس وتومي، فبيسالهم لو شافوا اي حد معاه شنطه اوراق لونها فضي. فبتقول له كريس انها شافتها مع شخص لابس نظاره كان ماشي من قدامهم دلوقتي. وبيعرف ساعتها يوسفي ان الشنطه مع جوني اللي شافه في غرفه الشنط، وبيجري بسرعه عشان يلحقه قبل ما يهرب بيها. واول ما بيمشي من قدامهم كريس بتاخد تومي وبتروح في الناحيه التانيه من القطر عشان تدور على الشنطه. والمفاجاه يا صديقي انها بتقدر تلاقيها بسهوله. ولما جوني بيحس ان المهمه بدات تتعقد بيروح يتكلم مع ليمون وبيفهمه انه هيسلمهم الشنطه بتاعت الفلوس ومفيش حد منهم يعترض طريقه، لانه قرر خلاص انه هيتخلى عن المهمه بتاعته. فبيوافق ليمون على العرض بتاعه لكنه بيهجم عليه بعدها، لانه كان فاكر ان جوني هو اللي قتل جيمس بالسم. ورغم ان ليمون كان قوي جدا لكن جوني قدر يتغلب عليه في النهايه، وبيقعد جنبه على امل انه يفهم هيتصرف ازاي في المصيبه دي. ولما ما بيلاقيش حاجه يعملها بيحط المخدر بتاعه في ازازه الميه بتاعت يوسفي عشان لما يصحى يشرب منها ويفقد الوعي تاني. وبيتصل بعدها بديانا عشان يقول لها على الاخبار الجديده. وبيوصل في الوقت ده يوسفي وبيتصدم لما بيشوف ليمون فاقد الوعي، اللي اول ما بيفوق بيقول ليوسفي ان جوني مش هو اللي قتل جيمس. فبيطلب منه يوسفي يسمع الكلام ويقتل جوني اول ما يشوفه، لانه حاسس ان هو اللي ورا كل حاجه بتحصل. وبيتفقوا ان كل واحد فيهم هيمشي من ناحيه في القطر عشان يدوروا عليه. وساعتها بتقدر تومي وكريس انهم يفتحوا شنطه الفلوس. والمفاجاه يا صديقي ان كريس بتحط متفجرات جوه الشنطه، وبتعرف تومي انها سابت له المسدس لان هو كمان فيه متفجرات.
المتفجرات، ولو كان بس ضغط على الزينات كانت الرصاصه هتترد فيه ويموت. وبتروح بعدها كريس ترجع الشنطه مكانها تاني عشان لما ترجع للموت الابيض ويحاول يفتحها تنفجر في وشه ويموت. وفي الوقت ده بيقدر يوسفي انه يوصل لجوني، وبيدخلوا الاتنين في قتال عنيف جدا وبيكسروا وش بعض. واول ما بتيجي المحطه اللي بعدها وبيتفتح باب القطر بيقدر جوني يضرب يوسفي وبيرميه بره القطر، وبيكون فرحان جدا لانه قدر يتغلب عليه. وساعتها بيتعصب يوسفي جدا وفضل يجري مع القطر، وبينط في اخر لحظه بكل قوته عشان يدخل تاني ويكمل مهمته مع ليمون. وفي نفس الوقت ده بيوصل ليمون لكريس وتومي وبيسالهم لو كانوا شافوا اي حد معاه شنطه لونها فضي، فبتتكلم معاه كريس وبتفهمه ان مفيش حد فيهم لاحظ شنطه الاوراق اللي لونها فضي. فبيفهم ليمون انهم عارفين مكان الشنطه، لانه لما بيسال اي حد عن الشنطه بيفتكر انها شنطه سفر لانهم موجودين في القطر، لكن كريس قالت انها شنطه اوراق. فبتعيط كريس وبتقول له ان تومي خطفها وكان عاوز يطلب من اهلها فديه. وبيتصدم تومي جدا من التمثيليه اللي هي عملتها، لكنه اتصدم اكتر لما ليمون ضرب رصاصه في بطنه وافقده الوعي. واثناء ما هم بيخفوا جثته ليمون بيتفاجئ بمسدس في شنطه كريس وبيفهم انها كانت بتكذب عليه، لكن قبل ما يقتلها بيقع على الارض وبيفقد الوعي عشان شرب من الازازه اللي كان فيها المخدر بتاع جوني. فبتتصدم كريس وبتاخد المسدس بتاعه وبتضربه اكتر من رصاصه في صدره. وفي نفس الوقت ده بيروح جوني عشان ياخد شنطه الفلوس، وبياخد الظرف اللي في جيب الذئب عشان يفهم اللي بيحصل، وبيلاقي جواها صوره لقاتله مأجوره بيطلقوا عليها اسم الدبور لانها بتقتل اي حد عن طريق السم. فبيركز جوني في الصوره بتاعتها وبيفتكر انها القاتله اللي كانت موجوده في حفله جواز الذئب، وهي اللي قتلت العروسه وكل ضيوف الحفله عن طريق السم. وبيتصدم جدا لما بيشوفها قدامه متنكره على انها المضيفه، وهي اصلا اول ما بتشوفه بتهجم عليه بسرعه عشان تاخد منه الشنطه. واثناء معركتهم بيفهم منها جوني ان في حد قال لها تقتل جيمس ابن الموت الابيض في مقابل انها تاخد شنطه الفلوس. وفي الوقت ده بتهجم على جوني بالسرنجه اللي فيها السم، وقدرت انها تصيبه بيها في ايده. وساعتها بياخد جوني الحقنه من ايديها وحطها في كتفها وضغط عليها، وبيفهمها ان السم بيظهر مفعوله بعد 30 ثانيه. واول ما بتخرج المصل من جيبها بيمسك ايديها جوني وبيحط المصل في رقبته هو، وبيقدر انه ينجب حياته وهي بتموت من تاثير السم اللي كانت بتقتل بيه الناس. وفي الوقت ده بيقدر يوسفي انه يدخل القطر بصعوبه، وبيتصدم لما بيشوف ليمون مقتول جنب تومي، وبيحزن جدا على موته لانه كان زي اخوه بالظبط. ولما بيشوف كريس بتحاول تخدعه زي ما خدعت ليمون، لكن يوسفي بيلاقي ستيكر من بتاع ليمون على ظهرها وبيفهم ان هي اللي قتلته. وقبل ما بيضرب عليها النار بيوصل جوني ليهم، فبتخدعه كريس وبتترجاه ينقذها من يوسفي. ورغم ان يوسفي حاول يفهمه انها بتحاول تخدعه، لكن جوني كان سريع في رد فعله وضرب رصاصه في رقبته وقتله. وبياخد بعدها كريس معاه عشان ينزلوا من القطر، لكن كريس بتمثل ان شنطتها اتعلقت ومش هتعرف تنزل من القطر. وفي الوقت ده بيركب ابو تومي معاهم لانه كان قلقان على ابنه ووصل بنفسه عشان ينقذه. واول ما وصل لجوني وكريس التعبان بيعض جوني في ايده، فبيطلع يجري شبه اللهبل في القطر. وفي الوقت ده ابو تومي بيعرف ان كريس هي اللي كانت عايزه تقتل حفيده، فبيقول لها انه قدر يحمي حفيده من الشخص اللي كان عاوز يقتله في المستشفى، وكمان شاف ابنه في القطر وتاكد انه لسه عايش. فبتتضايق كريس جدا وبتصمم انها تقتل الموت الابيض بنفسها، وبعدها بتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع جوني بيحكي له ابو تومي قصته، وبيكشف له انه كان من ضمن عصابه وطاره قبل ما يقتلوا الموت الابيض، وجه الوقت عشان يحقق العداله ويخلص على الموت الابيض بنفسه. وبيروحوا مع بعض عشان يطمنوا على تومي، وبيتفاجئوا هناك ان ليمون لسه عايش، وحظه الحلو انه كان لابس واقي ضد الرصاص. فبيفهموا جوني انه كان فاقد الوعي لانه شرب من الازازه اللي كان فيها المخدر. ولما بيعرف ان جوني هو اللي قتل يوسفي بيتضايق جدا وكان هيقوم يعمل معاه الجلاشه، لكن ابو تومي قدر يسيطر عليهم وعرفهم ان الموت الابيض والعصابه بتاعته هيكونوا في انتظارهم في المحطه اللي جايه. وبيقرروا كلهم يتفقوا مع بعض عشان يخلصوا منه، وبيكون الموت الابيض ساعتها موجود في المحطه ومعاه كل رجالته. واول ما بيوصل القطر ليهم بيركب هو ورجالته، وبيلاقي كريس مصوبه المسدس اللي فيه متفجرات ناحيته، وده عشان تخدعه وتخليه يقتل نفسه لو خد منها المسدس زي ما بيعمل. وبنكتشف ساعتها ان كريس تبقى بنت الموت الابيض، وكانت بتعمل كل ده عشان تثبت له انها احسن من ابنه اللي بيهتم بيه، وسايبها وكانها مش بنته. وفي الوقت ده بيخرج جوني من القطر وبيسلمهم شنطه الفلوس زي ما خططوا، فبياخدوها منه وبيحاصروه بالسيوف. وبنرجع للموت الابيض اللي اخد المسدس من بنته لكنه ما قتلهاش وخرج من القطر عشان يشوف جوني، اللي بيعرف ان الموت الابيض هو اللي اتفق مع كل القتله يتجمعوا في القطر، وده عشان يقتلوا في بعض على شنطه الفلوس. وبيعرفوا انه عمل كده لانهم السبب في موت مراته. وبيفهم جوني انه كان فاكر انه كارفر زميله اللي جوني خد المهمه بداله. واول ما رجالته فتحوا شنطه الفلوس انفجرت ودمرت الدنيا، وساعتها جوني والموت الابيض اترموا جوه القطر لان ليمون ساعتها قدر يكمل الخطه ويتحرك بالقطر. وفي ناحيه تانية ابو تومي بيقابل رجاله الموت الابيض وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبعدها بيدخل في قتاله الاخير مع الموت الابيض
الابيض، وبتدور بينهم معركه شرسه جدا. لكن فجاه القطر بيتصدم في قطر تاني قدامه والدنيا بتتدمر عليهم كلهم. وساعتها واحد من رجاله الزعيم بيهجم على جوني عشان يقتله، لكن ليمون بيضحي بنفسه وبينط بيه من القطر وبيقعوا الاتنين في البحر. فبيحاول جوني يلاقي اي طريقه يوقف بيها القطر لكنه بيفشل، وبيوصل القطر ساعتها لنهايه الطريق وبيدخل الغابه. وجوني بيطير وسط الحطام لحد ما بيتصدم بالبالونه دي وما بيحصلوش اي حاجه، واتفاجئ ساعتها من الموت الابيض وهو متصاب ومتبهدل وجاي عشان يقتله. ورغم ان جوني اكد له ان هو مش كارفر، لكن برضه الموت الابيض كان عاوز يقتله. ولما بيلاقي المسدس بتاعه ما فيهوش رصاص بيطلع المسدس اللي خده من كريس، واول ما بيضغط على الزناد المسدس بينفجر في وشه وبيخلص على اسطوره الموت الابيض. وتومي ساعتها بياخد ابوه وبيمشي بعد ما اخدوا حقهم وزياده. وبتوصل بعدها ديانا عشان تنقذ جوني ويرجعوا مع بعض لبلدهم، وبيقول لها جوني انه مش هيشتغل في مهمات القتل او السرقه دي تاني، وانه هيعيش اللي باقي من حياته ببيت بسيط في الغابه لحد ما ينسى اللي حصل معاه. واول ما قال لها ايه العربيه الجامده دي بيقع عليها حطام القطر وبيدمرها. وبكده يا صديقي العزيز يكون خلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وتسيب لنا ايموجي الاسد في التعليقات. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد من اسد الملخصات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.